شفت البنت دي ايه اللي حصل معاها؟ البنت دي بتقول لك جوزي مسافر بره مصر، وبالتالي كان بيكلمني فيديو على التليفون، وكان بيطلب مني نعمل علاقة اللي هي بتاعت راجل ومراته كالعادة، الحاجة المعروفة يعني بين أي راجل وست متجوزين. فبالتالي بتقول إن هو، وطلعت في برنامج زي ما انتم ما شايفين كده، وبتقول إن هو صور المكالمة، الفيديو اللي هما بيتكلموها صورها. ومعرفش جاله تفكير ازاي ان انت تصور مراتك؟ طب ما انت كده كده لو عايز حاجة ما انت بتكلمها وهي بتعملها لك، ليه تصورها؟ علشان خاطر مثلا تشوفها بعدين، ولا عشان خاطر تنزلهم على النت، ولا عشان خاطر ايه؟ الفكر بتاع البني ادمين وصل لفين؟ ان انت ازاي تعمل كده مع مراتك؟ وهل فعلا البنت دي صادقة في الكلام، ولا طلعت تتبلى على جوزها وبتقول ان هو صورها وهي ما كانتش تعرف ان هو بيصورها، واي حاجة كان بيطلبها كانت بتعملها؟ والمفاجأة بقى انها بتقول ان كان بيكلم بنات، وهي كان معاها الاكونت الفيسبوك بتاع جوزها ده. فبتقول كنت دايما اخش عليه كنت الاقيه بيكلم بنات. يعني هي عارفة ان هو عادي بيكلم بنات وبيعمل وسايباه براحته، مفيش اي مشكلة. بس المفاجأة الكبرى بقى انها بتقول انها لقت شات بينه وبين راجل، مش شات عادي، لا ده شات ان هم هيتقابلوا ويعملوا حاجات ما لهاش علاقة خالص ولا بالدين ولا بالدنيا ولا حاجة. استغفر الله العظيم يا رب. الواحد هنا مش عارف آه، ايه الفكر اللي احنا وصلنا له ده؟ وازاي انت كراجل، اذا كان بره مصر ولا في مصر ولا في اي دولة ولا ايا يكن، ما دام انت مسلم او عربي، ازاي يوصل بك الفكر ان انت تخش في مرحلة زي دي، او ان انت تصور مراتك، او ان انت تعمل علاقة مع راجل، او حاجات قذرة وحاجات زبالة، وكل الناس عقلها تعب فكر غريب. فبجد ربنا يرحمنا ويجيب حق كل مظلوم، والدولة